بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم هذا الطاكوس. يجي بزاف بنين، يجي مفرمج ومشمخ من داخل وبواحد الكريمة أكثر من رائعة. ديروا جيم للفيديو وبعدها نبداو في المقادير وفي طريقات التحضير. أول حاجة نبداو بالخبز. في ريسيبيو عندي 2 كيسان من الفرينة، حجم الكاس 225 مليلتر. عندي نصف ملعقة صغيرة سكر، نصف ملعقة صغيرة ملح، ونصف ملعقة صغيرة من خميرة الخبز. عندي ملعقة متوسطة من الخل. الخل يعتبر كمادة حافظة. بالنسبة لهذا الخبز رايحين نخدموه بالماء سخون، لازم يكون سخون بزاف يعني للدرجة اللي نتحملوها. ضفت 2 ملاعق متوسطة من الزيت النباتي. بعدها نخلط المقادير ونبدأ نلم في العجينة تاعي بالماء المغلي. الماء لازم يكون سخون يعني للدرجة اللي تتحملوها في يديكم، وهذا هو سر من اسرار الطراوه والهشاشه تاع الخبز تاعنا. جربوه واكيد رايح يعجبكم. بالنسبه للخبز كنت درته في فيديو مفصل وحده وخليته لكم باش هكذا اللي يحتاج الخبز ماشي شرط يشوف الوصفه كامله، راح يلقى وصفه الخبز وحدها. نبدا نضيف الماء بالعقل ونلم حتى نتحصل العجينه تكون متماسكه، يعني ما نديروهش مطلوق بزاف وما نديروهش يابس. سيرتو كي يعود الماء سخون بزاف العجينه ثمثم رايحه تتلم وتبان لنا مطلوقه. هنا بعد ما لميتها نحطوها على سطح العمل، نعجنو شويه، ندخل فيه يدي حوالي 2 دقائق ولا 3 حتى تتجانس العجينه تاعي. بالنسبه للماء كنت استعملت كاس الا اصبع. نجي نقسم العجينه تاعي الى 6 قطع. 2 كيسان فرينه يخرجوا لنا 6 حبات. الحجم تاعهم ما شاء الله. اللي حب يضاعف المقادير يدير 4 كيسان ويتحصل على 12 خبزه، واللي يحب يدير نصف الكميه يدير فقط كاس من الفرينه ويتحصل على 3 حبات. نغطيهم بطرشونه ونخليهم يرتاحوا مده 5 دقائق. بعدها نبداو نطرحوا فيهم. هنا نستعينوا بالفرينه طبعا باش نفتحوا العجينه تاعنا. نفتحوها على سمك يكون رقيق بزاف. سيو كيفاش ديروها على شكل دائري، طرحوها مليح. هنا ننفضوا لها هذيك الفرينه الزايده. كنت حطيت الطاجين تاعي يسخن على نار قليله بزاف، لانه لازم يطيب على نار خفيفه، ما تكونش النار قويه باش هكذا ما يتحرقش معانا وما يبسش. هنا جوست نشوفوا العجينه تاعنا بياضت وبدات دير واحد الفقاعات هكا صغار. نقلبوا العجينه تاعنا على الوجه الاخر ونبقاو نحركوها، وكل 10 ثواني ولا نعاودوا نقلبوها على الوجه الاخر. كما شفتوا نخليوها جوست ما تفور برك وتحكم روحها. لازم ما طيبوهاش بزاف باش ينجح معكم الخبز وما ييبسش. كنت حنايا موجده كيس بلاستيكي، والخبزه اللي طيب نحطها مباشره في الكيس البلاستيكي. يعني ما تخافوش ما رايحه تعرق، هذاك العرق رايحه على الخبزه تعاود تشربوا وهو اللي يخليها تبقى طريه. يعني الكيس البلاستيكي ضروري، ما تقدروش ديروها بلا كيس بلاستيكي. نطرح معكم الخبزه الثانيه بنفس الطريقه. كما قلت لكم لازم تكون رقيقه بزاف باش هكذا كي نديروا المملحات تاعنا ما يكونوش معجنين والخبز تاعنا ما يجيش معجن. كل ما تكون رقيقه كل ما تجي خفيفه وهشيشه. نعاود نطيبها بنفس الطريقه. كما راكم تشوفوا هنايا جوست ما شفتها بياضت وبدات تدير لي هذوك الفقاعات، قلبتها على الوجه الاخر. نبدا نحرك فيها وكل مره نقلبها منا ومنا حتى نشوفها بلي طابت. وكي تشوفوا الخبز تاعكم انتفخ بهذه الطريقه هنا تعرفوا باللي الوصفه تاعكم راهي ناجحه 100%. الان نجيو نحضروا الكريمه واللي هي بديل للكريمه السائله. عندي كاس حليب، ملعقه متوسطه من النشاء. نخلط المقادير جيدا بارد في بارد. بعدها نحطها على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى نشوفها ثقالت لي شويه. بعدها نجي نضيف لها ملعقه متوسطه من لا مارغرين. هذه الكريمه جربوها راح تنفعكم بزاف بزاف وراح تستغناو على الكريمه السائله او الكريم فلاش، ما تزيدوش تشريوها من برا ابدا.
نضيف لها ملعقه متوسطه من الجبن الطري للنكهه فقط، يعني ماهوش ضروري اذا كان مش متوفر عندكم مش ضروري انكم تزيدوه. نضيف لها رشه صغيره من الملح لتعديل المذاق. نفرغ الكريمه تاعي في هذا الطاس تاع البراميكسور ونخليها تبرد مده حوالي نصف ساعه، لازم تبرد جيدا. نغطيوها باش ما تتشكلناش هذيك القشره في الطبقه الفوقانيه ونخليوها تبرد. هنايا بعد ما فاتت عليها نصف ساعه وبردت جيدا، جبت البراميكسور تاعي ونجي نميكسيها بهذه الطريقه باش نضمن انه ما تبقى فيها حتى حبيبه ونتحصلوا على قوام يكون املس. هنا نجي نضيف لها حوالي ربع كاس من الزيت النباتي ونبقى نميكسي حتى نتحصل على خليط يكون متجانس. لازم هذاك الزيت يتجانس مع الخليط كامل. تجي البنه تاعها وكانها كريمه سائله مشريه من برا، يعني جربوها ما كنتش رايحين تندموا. كما نعرفوا الكريمه السائله الثمن تاعها شويه غالي، ماشي الناس الكل يقدروا يشريوها. هاني جبت لكم البديل، رايحين تستغناو على تاع برا ان شاء الله. هنا راح نفرغ لكم كميه باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش. شوفوا كيفاش تجي خاثره ومليحه، يعني هنا راهي بارده، يعني هذا هو القوام تاعها. وكل ما تخليوها في الثلاجه كل ما رايحه تزيد تعقد شويه. شوفوا هنا تحصلت على 275 مليلتر من الكريمه السائله غير بكاس حليب. نحطها جانبا. والان نجي نماريني الدجاج تاعي. صدر دجاج قطعته وضفت له مجموعه من التوابل واللي هي ليمون، كمون، توابل الدجاج، راس الحانوت، فلفل كحل وشويه ملح. خلطتهم جيدا وخليته تمارينا مده معينه، يعني كل ما تخليوه في هذيك لا ماريناد كل ما يجيكم بنين. نحطه يتقلى في مقله في مزيج ما بين شويه زيت وشويه مارغرين ونخليه حتى يدي لي هذيك التحميره الخفيفه. الدجاج تاعنا كل ما يتحمر كل ما يجينا بنين. شوفوا هنايا الخبز تاعي بعد ما برد وتشرب كامل هذاك الندى اللي طلقوه في الساشي. شوفوا كيفاش الحبه نشكلها كيما نحب. شوفوا هنا طبقوها، ما تخافوه يتكسر، ما تخافوه يتفتت. حتى هذوك المناطق اللي تشوفوهم شغل قهويين بزاف، مام هذوك ماهمش رايحين يبسوا وماهمش رايحين يتفتوا. شوفوا كيفاش راني نلمها في يدي ونعاود نفتحها ترجع كما كانت. هذا الخبز بزاف ناجح، يعني جربوه، تقدروا تعتمدوه كمشروع من البيت، رايحين تنجحوا فيه باذن الله. سواء تبيعوا للناس ولا الاصحاب البيتزيريات رايحين تنجحوا ان شاء الله. هنايا بعد ما طاب الدجاج تاعي كما راكم تشوفون نشف كامل من هذاك الماء اللي طلقوا. كما قلت لكم خليوه يدي تحميره خفيفه. بعدها جبت هذيك الكريمه السائله اللي كنت خدمتها معكم، نفرغ كميه مليحه، يعني الكميه تكون على حساب كميه الدجاج تاعكم حتى تشوفوا الدجاج تشبخ كامل. في هذه المرحله لازمكم تنقصوا النار بزاف. كما نعرفوا الكريمه السائله ثم تنشف فوق النار. هنا كنت طفيت النار على المقله تاعي وحطيت الكميه اللازمه من الكريمه السائله. بعدها اضفت كميه من الجبن المبشور. كي شفت الجبن المبشور تاعي ذاب غطيتها وخليتها حتى تبرد. نجي نشكل معكم هنا الحبه تاع الطاكوس. كما راكم تشوفوا نحطوا الطبقه الاولى من الدجاج والطبقه الثانيه نحط كميه من لي فريت اللي شفتوني كنت نقلي فيها. كما نعرفوا الطاكوس لازم تكون فيه الدجاج والفريت. وتقدروا ديروا نتوما عده ساندويتشات بهذا الخبز، ماشي شرط طاكوس فقط، يعني عمروا بالحاجه اللي تحبوها واللي تعجبكم. ضفت كميه من الجبن المبشور وضفت شويه من الكريمه السائله هذيك باش الجبن تاعي كي يتشمخ يذوب لي خير وخير. ضفت ايضا كميه من الجبن الطري ونغلق الحبه تاعي بهذه الطريقه. يعني الطريقه راهي واضحه وسهله. شوفوا الخبز يعني ما تلقاوش معاه اشكال ابدا. راح نشكل معكم الحبه الثانيه ايضا باش تشفاو على الطريقه. كما قلت لكم هذه الكريمه راح تعطيكم على لي صوص اللي تزيدوهم، هكذا راح يجي مشمخ ومفرمج من داخل، يجي بزاف بنين.
نحط كمية من الجبن المبشور، كمية من الكريمة السائلة، ونحط أيضا القليل من الجبن الطري. بالنسبه للاجبان نتوما ديروا واش متوفر عندكم، لانه كل ما ديروا نوعيه مليحه كل ما تحصلوا على بنه مليحه اكثر واكثر. نغلقوا بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا. وكنت حطيت المقله تاعي تسخن، اللي تحب تستعمل البانينوز كما اللي تحب تستعمل هذه المقله. درتها على الجهه هذه المحطه، كنت دهنتها بشويه مارغرين. نحط الحبات تاعي بشكل مائل هكذا باش من بعد كي نعكس لهم الاتجاه يخرج لي فيهم معينات ولا مربعات. كما قلت لكم الشكل نتوما احرار ديروا كما حبيتوا، كما تقدروا ديروهم فقط في مقله عاديه، ديروا لها شويه مارغرين وحطهم يتحمروا على الجانبين. نحمرهم شويه على الجوانب. وهنا كانت هذه هي الصورة النهائية، والله هذا هو الشكل النهائي للطاكوس تاعي. خرج ما شاء الله. راح نقسم معكم حبة تشوفوها كيفاش جات من داخل. رافقته مع صوص الجيريان ومايونيز ايضا صنع منزلي. كنت شاركت معكم الوصفة تاع المايونيز من قبل. شوفوا كيفاش من داخل يجي مفرمج ومشمخ ويجي بزاف بنين. وهنا نكون وصلنا للنهايه. ما بقى لي غير نقول لكم سلام.